السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايبه لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. وقبل ما نبدأ نصلي على النبي، ألف صلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله. كتر يا جماعة الاستغفار وصلي على النبي يفك الكرب ويقضي الدين، وربنا يا رب يتقبل منا إن شاء الله بشيء الرحمن منا ومنكم إن شاء الله. النهارده جايبه لكم بقى عملة ال5 جنيه. ال5 جنيه دي غير الفلوس اللي أنا صورتها قبل كده اللي هي زي ال10 قروش وال5 قروش. تفرق عنها في السحر. إزاي تفرق عنها في السحر؟ عشان متداولة كتير. في نفس الوقت مش كل واحد له سعر بيشتريها بيه. بالنسبة لل5 جنيه، ال5 جنيه اللي هي مكتوب عليها البنك الأهلي المصري، اللي مكتوب عليها البنك الاهلي المصري، مش مكتوب عليها البنك المركزي. في فرق بين ال5 جنيه دي وال5 جنيه دي. انا جايب لكم ال5 جنيه دي وال5 جنيه دي. ال5 جنيه دي بتعمل في السوق كام؟ طبعا اللي عنده يعني كذا ورقه منها يبقى افضل، ولو حالتها كويسه تتباع بسعر اغلى من اللي انا هقوله. ما تنسوش يا جماعه الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان اداكم كل جديد. وزي ما قلت لكم الفلوس بتتباع قبل كده في الفيديو اللي فات، بتتباع فين بالظبط. اذا احترتوا خالص ممكن تتصلوا على اي حد من اللي على الفيس، هم بيشتروا برده الفلوس وباسعار كويسه. بالنسبه لل5 جنيه لو اي فلوس معاك احتفظ بيها وحاول انت ما تبهدلهاش عشان تقدر تبيعها بسعر كويس. تعالى اجيب لكم ال5 جنيه اللي هي البنك الاهلي المصري والبنك المركزي، واقول لكم دي بتعمل كام ودي بتعمل كام. طبعا اللي عنده فلوس ما يستهونش بقى ويرميها او يبهدلها زي ما انا قلت قبل كده. دي مكتوب عليها سنه كام؟ مكتوب عليها البنك الاهلي المصري سنه كام؟ 1959. دي شكل ال5 جنيه. دي شكل مش مبهدل، شكلها حالتها كويسه ما فيهاش كتابه. ده بالنسبه للظهر بتاعها زي ما انتم شايفين الشغل بتاعها كويس جدا، حالتها كويسه. دي عامله بالنسبه دي عامله كام ال5 جنيه دي؟ بالنسبه ل5 جنيه دي اللي هي البنك الاهلي المصري عامله 150 جنيه. ليه 150 جنيه؟ عشان ايه؟ متداوله شويه بالنسبه دي ل5 جنيه. في ناس بتشتريها اغلى من كده. كل واحد له سعر بس مش اقل من 150 جنيه. اللي يقول لك باقل من 150 جنيه يبقى هو بيستغل. عشان كده بقول لك حاول تحافظ على الفلوس اللي معاك. عشان ايه؟ لو هي اقل من كده، لو قال لك سعر اقل من كده يبقى هي الحاله اللي عندك مبهدله او انت مش محافظ عليها. حاول تحافظ على الفلوس اللي معاك ما تبهدلهاش عشان تعرف تبيعها بسعر كويس. وكل ما تعرف كل ما اسعارها بتزيد اكتر. وانت شايف الدولار وصلنا فيه لحد فين؟ شوف كان ب 30 وصلنا فيه لحد 70 جنيه. حد ما يصدقش الدولار يوصل ل 70 جنيه ابدا. بالنسبه للنهارده الفلوس القديمه زادت اكتر واكتر واكتر. بالنسبه ده لل5 جنيه البنك الاهلي المصري. بالنسبه بقى لل5 جنيه اللي هي البنك المركزي، البنك المركزي سنه كام؟ 1978. ده بالنسبه لل5 جنيه الثانيه. في فرق بين ال5 جنيه دي وال5 جنيه في التصميم وفي الشكل وفي كل حاجه. بص ده 5 جنيه الاوليه شكلها شكل الجنيه زمان، نفس فرعون والقلعه، نفس اللي هوريكم الجنيه برده. هوريكم الجنيه هتلاقوا نفس التصميم بتاعه بالظبط. شكل ال5 جنيه بتاعتنا اللي هي حاليا دي بتعمل 100 جنيه. 5 جنيه دي يا جماعه اللي هي سنه 1900 شكلها هي سنه 1978. دي بتعمل 100 جنيه ودي بتعمل 150 جنيه واكتر كمان. يعني ممكن توصل معاك ل 200 جنيه كمان. معاك فلوس زي كده قديمه وتجيب السعر ده مش وحش، سعرها كويس. بس بالنسبه للفلوس القديمه الثانيه، بالنسبه مثلا ل 10 جنيه 20 جنيه فلوس الملك فؤاد، فلوس العملات القديمه قوي قوي بتجيب سعر اغلى طبعا بكتير. يا رب الفيديو بتاعنا كان عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تفعيل زر الجرس واللايك والاشتراكات بتاعتكم والكومنتات. ويا رب اي حاجه اقدمها لكم تعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.